الله. شو يعني؟ يعني في بلاد الحجاز عندنا امور مخفيه الان بدات تظهر على العلن، ولكن لا زال هناك زي جبل الثلج، يعني جزء بسيط ظاهر وشو ماله، باقي الجبل مخفي تحت المي. معظمه 90% من الفساد اللي موجود داخل بلاد الحجاز ما لها موجوده، لسه في الخفاء مخفي ويظهر قليلا قليلا. كل يوم بنكتشف جزء من الجبل او من فسادهم او من خرابهم. خلينا نستخدم اللفظه اللي حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، خراب يثرب، من خرابهم نكتشف قليلا قليلا. وهذا الامر ايضا ينطبق على مين؟ على بلاد فارس اللي هي ايران. اخواني، بلاد الحجاز وفارس هناك يعني خلينا نقول يهود متخفين بالاسلام، يهود متخفين بالاسلام لمحاربه الاسلام. من فين؟ من داخل الاسلام. يعني ناخذ ال سعود على سبيل المثال، لا يخفى على احد انه جدهم الكبير شو اسمه؟ مرخاي. احنا هون اخواني لما تقول مرخاي بقول لك ايش؟ قلت مردخاي، بس تسمع مرخاي شو مباشره بتبادر على ذهنك ايش؟ مردخاي. واحنا بنعرف انه مردخاي مين هو؟ يهودي. ماله؟ يهودي، اسم من الاسماء التي تستخدمه اليهود، ولكن حتى يلبسوا على الناس شو سووا؟ قاموا حرف من اسمه وقالوا هذا جدنا الكبير شو اسمه؟ مرخاي. انما اذا انت رجعت للتاريخ شو بتلاقي؟ بتلاقي انه اصلهم ايش؟ اصلهم مين؟ يهود. في فارس او ايران نفس الشيء، اليهود متخفين وربما هم من يمسك زمام الحكم، كما هو الحال اخواني الان، ونقول وللاسف في كل الدول العربيه. اذا انت بدك تبحث في اصول ومن هم هؤلاء الذين يحكمون الدول العربيه وتمسكهم واحد واحد وترجع لعلم الانساب عشان تشوف، راح تصل لقناعه انه معظمهم ايش؟ من هؤلاء. ناخذ على سبيل المثال يعني الله يجزيك الخير. على سبيل المثال اخواني لو جينا للعيله الهاشميه، يعني في علم الانساب هناك تحول جيني في منطقه معينه، يعني في عندهم جين بلحظه معينه شو صار فيه؟ بتغير اللي بعديها. كان في عندهم جين معين نعرف منه هاي العيله بمرحله معينه شو صار فيه عند قتاده. شو صار في الجين تبعهم؟ يتغير فجأة، تغير من مرة، ويقولوا انه هذا قتادة لم يكن له عقب، يعني ما كان بيخلف، فيش عنده امكانية انه هو يخلف، فبطريقة ما او باخرى لزقوا له ايش؟ ولد. وهذا الولد شو صار؟ صار نسله العائلة الهاشمية اللي موجودة حاليا. فنقول اذا انت بدك تمسك العائلات اللي موجودة وتحكم العالم العربي شو مالها؟ كلها فيها خلل حاليا. على سبيل المثال مصر، السيسي معروف امه ايش؟ يهوديه، معروف من يهود المغرب، وموجوده اظن اسمها نسيت شو اسمها، ولكن هي معروفه انها امه يهوديه. وكذلك قالوا في ليبيا وقالوا في غيرهم من الدول. المهم اللي بدنا نوصله عشان نجاوب سؤال الاخ، انه هناك كثير من اليهود متخفين بعباءة الإسلام، في ظل الأنظمة اللي موجودة، أو حتى إنهم هم الأنظمة اللي موجودة، وينتظروا إيش؟ ينتظروا الدجال. فلا يوجد ما يتعارض بعضه مع بعض، إنه أثناء وجود دولة بني إسرائيل عند ظهور الأعور الدجال وهو سيخرج من خلة، يعني في تلك المناطق اللي موجودة بين العراق وإيران، سيخرج في منطقة ما من هذه المناطق الأعور الدجال، أنه سيكون هذا الوقت المناسب أن يتكشف هؤلاء على حقيقتهم. وشو يسووا؟ يتبعوا الأعور الدجال وييجوا معه لفين؟ للأرض المقدسة. ولا زالت الأرض